السلام عليكم، كي راكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير ويوصلكم الفيديو وانتم في أحسن الأحوال يا رب. فيديو اليوم أنا نسميه الفيديو الهدية. هذا الفيديو درته خصيصا لأي واحد مازال كامل ما بداش يقرأ الباك. بهذا الفيديو إن شاء الله راح نخليك تلحق وتنجح في الباك في أقل من شهر. الفيديو يتضمن تحفيز، نصائح، خطة وبرنامج للدراسة. بإذن الله الناس اللي مازال كامل ما بداش تقرأ الباك بعد هذا الفيديو راح توضح لها الطريقة الصحيحة باش تقرأ الباك في هذه الفترة. الله يحفظكم، هذا الوقت لازم تبعدوا على الناس السلبية واللي يقولوا لكم محال تنجحوا في هذه الفترة. كون متأكد باللي ما كانش اللي يعلم الغيب غير الله سبحانه وتعالى، يعني سواء اللي قرأ في البداية ولا في منتصف السنة ولا قرأ في فترة قصيرة قبل الباك، حتى واحد ما راه عارف شكون ينجح ولا شكون يتفوق من غير ربي سبحانه وتعالى. دعوا الله من قلبكم وإن شاء الله ربي يتقبل دعائكم وتنجحوا وتفرحوا وتفرحوا قلوب أهاليكم إن شاء الله. أي واحد يلومك ويقول لك علاش ما قريتش هذه الفترة كامل، ما تسمعلاش، كل واحد أدرى بظروفه. اسمع فقط للناس اللي تفيدك سواء بتجربتها ولا نصائحها ولا تعطيك برنامج ولا خطة للدراسة فادتها وبالنسبة لك راح تساعدك. اسمع فقط للناس الإيجابية والطموحة اللي حتى حاجة ما تحبطها ولا تخليها تخلى على أهدافها وأحلامها. مازال الوقت، مازال فرصة كبيرة اغتنمها. إلا وصلت لهنا ومازال تسائل في نفسك زعما صح باقي الوقت، نقول لك باقي 25 يوم. تعرفوش هي 25 يوم؟ مدة كافية بإذن الله تعالى. إلا بديت تقرأ بجدية ونظمت وقتك راح ماشي غير تنجح، راح تنجح بمعدل كبير بإذن الله تعالى. أهم شيء توكل على الله، ثم ثق في نفسك. استعن بالله ولا تعجز، ما لا يدرك كله لا يترك كله. خليه مبدأك في الحياة. دائما نوصيكم ونعاود بعدوا عن الناس السلبية سواء في الواقع أو المواقع، هذا من أجل مصلحتكم. ما تديروش عن الناس السلبية اللي تطيح المورال. حاول أن تحيط نفسك بأشخاص طموحين قدر الإمكان، وابتعد عن الكسالى فهم سيؤثرون عليك كثيرا. وبعدوا عن الصحبة الغير نافعة. هاد الفترة عندك أحد أصدقائك ما تستفاد منه والو، ما يفهمك درس، ما يفيدك بمعلومة، ما يفيدك بملخص أو مراجع أو أي حاجة تفيدك وتدفعك للأمام، غير خطيك منه. راك غير تضيع وقتك في الحديث معه. استثمر وقتك فيما ينفعك. والناس السلبية واللي يشكيو بزاف بعدوا منهم، لأنهم راهم يستنزفوا طاقتكم بلا ما تحسوا. حدثوا نفسكم دائما بكل ما هو إيجابي. أنا أستطيع، لا شيء مستحيل. علاش اللي حضروا الباك في مدة قصيرة ونجحوا خير منك؟ أكيد لا. الفرق الوحيد اللي بينك وبينهم هو التنظيم. لازمك فقط تنظيم الأفكار، تنظيم وتقسيم الوقت، تنظيم المراجع. نظم روحك وإن شاء الله راك ناجح. ضع هدف ومعدل محدد تريد الحصول عليه. نظم وقتك ورتب أولوياتك، يعني بدأ تقرأ المواد اللي معاملتها أكبر. أولا حضر ملخصاتك. كاين كتب فيها ملخصات مليحة وكاين ملخصات موجودة في اليوتيوب، أساتذة بزاف داير ملخصات رائعة. ثم قسم وقتك بين المواد بشكل مناسب حسب أولوياتك واحتياجاتك. خذ ورقة كبيرة قسمها إلى عدد الأيام المتبقية. قرأ في اليوم مادتين، مادة أدبية في الصباح مادة حفظ، ومادة علمية مادة فهم في المساء. يعني 2 مواد في اليوم كافي، ما تديرش أكتر راح ترهق نفسك وتنضغط وتنسى. نوض الصباح، صلي الفجر وتقهوى وبدأ يومك في حفظ مادة وحل مواضيع البكالوريا في النهاية. يعني كي تكمل تحفظ مادة، كل مادة خصص لها مدة معينة من الأيام، وبعد الظهر خذ قيلولة مدة قصيرة ارتاح، ومن بعد مع الساعة 4 مساء بدأ تقرأ مادة علمية. كي تجي 11 تاع الليل روح ترقد باش تقدر تنوض الصباح وما تتعبش وتضغط على نفسك ويجيك الأرق. حاجة مهمة جدا، تخلص من إدمان الهاتف والأنترنت. لازم تخلص من الهاتف والأنترنت لأنهم مضيعة للوقت ويلهيوك عن الدراسة. لازم تضحي براحتك اللحظية والأشياء اللي تحبها من أجل غاية أسمى وأفضل. ودائما استخدم الباك كحافز لا كخوف. تخيل يوم النتيجة وانت سعيد بنجاحك وانتقالك للحياة الجامعية بإذن الله تعالى. تخيل نفسك في ذلك اليوم. مازال الوقت، ما تضيعش الفرصة نتاعك.
قاوم. اجتياز امتحان البكالوريا بنجاح يتطلب منك عدم الاستسلام أبدا، مهما شعرت بالفشل أو توقفت عن الدراسة لفترة أو تعرضت لظروف ما. خذ يوما للراحة ثم عد للدراسة بقوة ولا تتوقف أبدا. هاد الفطان نوصيكم إلا بغيتوا تنجحوا تعلموا الطرق الذكية للحفظ، مثلا ربط الأحداث والأرقام والأسماء والأشكال وكل شيء بالواقع. نوصيكم ونعاود ما تفكروش بشكل سلبي لأن النفسية مهمة. قول دائما كلما قريت بجد وذكاء في هذه الفترة أكيد راح تكون نتيجة مرضية بإذن الله تعالى، لأن الله لا يضيع تعب أحد. انت ما عليك غير تاخذ بالأسباب. ننصحكم ضربوا طلع الأسئلة اللي تكرر في البكالوريا وشوف الحل نتاعها، لأنه كاين واحد الأسئلة تكرر في مواضيع البكالوريا، دي فكرة عليها. ولازم عليكم تحلوا مواضيع البكالوريا السنوات السابقة، والأسئلة اللي ما تعرفش الإجابات تاعها طالع الإجابة ومن بعد حاول تحل وحدك باش ترسخ الإجابة في الدماغ تاعك. وفي الأخير إن شاء الله يكون هذا الفيديو جرعة تحفيز وسبب في نجاحكم وتفوقكم بإذن الله تعالى. ما تنسوش بعد الباك رجعوا الفيديو وخبروني بنجاحكم بإذن الله تعالى. متفقين؟ ما تنساوش جام وبارطاجوا الفيديو مع أصدقائكم حتى تعم الفائدة. نتمنى لكم من قلبي التوفيق والنجاح والتفوق. سلام.